تعالوا أخذكم معي وأورجيكم كيف بيكون يومي كلاعب كرة قدم بهولندا. مبدئيا صحيت على 10 الصبح، جهزت فطوري اللي بفطره تقريبا كل يوم، وبما أني ما بشرب مشروبات غازية فعملت هذا المشروب اللي يعتبر مشروب العظماء. اللي بيعرف هذا المشروب يكتب لي بالتعليقات. وجلست أكتب أفكار للريلزات، وبعدها توضيت وصليت عشان أجهز نفسي لأروح للجيم. وهون صاحبنا ما عمل شي غير إنه قلب الستاند وقلب موبايلي على الأرض وخرب الدنيا. طول بالك يا ابن الحلال. بعدها لعبنا فيشة أنا ومعمود، وطبعا كالعادة خسرني. وهون لازم أعمل فقرة إبداع بالتصوير أساس إني فنان وحركات وكذا. والجدول اللي ماشي عليه حاليا هو يومين تدريب مع الفريق، ويوم مباراة، ويوم تدريب كرة فردي، ويوم أو يومين جمع حسب الفضاوة. بعد ما خلصنا تمرين أخذنا لنا مساج على الخفيف، ومحمود وين ما رحتوا بتلاقوه قبلي. هون استوزني وطلع وزني ما يقارب 64 كيلوغرام. وبعد الجيم رحنا أخذنا لنا عصير، وهذا أكيد مو إعلان، فلسطين حرة دائما وأبدا. وبعدها بروح على البيت وبحضر مباريات. إذا عجبكم المقطع حطوا لايك وفولو، نوصل 50,000 وسلام.